عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. صلوا على النبي بقى وترحموا على جدتي كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وحطوا لي لايك بالله عليكم. كل اللي يشوف الفيديو كده يحطوا لي لايك، لان النهارده هعمل لكم خلطه تحفه تحفه لاي شوي بقى ممكن تشوي لي الفراخ، بجد روعه. تعالوا كملوا معايا الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. الطبق ده حاطين فيه بشرين بصل وطماطم، حطينا هريسه وتوم وفلفل. تمام. الهريسة والثوم والفلفل والطماطم والبصل كل ده مبشور في المبشرة او في الكبة. حلو كده. حطينا معلقة خل، وهنحط كمان بابريكا وفلفل اسود زي ما انتم شايفين، وهنحط كمون، 7 بهارات، شوية كزبرة. هحط الزيت بتاعي، وهحط كمان الليمونة اللي قدامنا دي. تمام. تمام. وطبعا بتحطي ميكس البهارات اللي بتحبيه. ماما كمان حطت شوية سماق، لان السماق ده بيكون في المشويات طعمه تحفة قوي، بيدي مزازة بقى جميلة قوي للمشويات بتاعتك. حطت كركم حطت كركم. وهتحط كمان روزماري، هتبدأ ان هي تفركه كده بايديها وتحطه. طبعا الخلطة رهيبة رهيبة بجد. طعم الشوي كان واضح قوي فيها. هنشوف دلوقتي، كملوا بس معايا الفيديو للاخر وهنشوف هنعمل ايه، وهنشوف الطعم والشكل وكل حاجه. قلبي بقى بعد ما نحط الليمونه ونحط شويه زيت حلوين كده. قلبي كله مع بعض. معايا هنا الوراك بتاعتي غسلاها كويس جدا جدا، ملح ودقيق وليمون. تمام. ما بحطش خل ابدا ابدا في الفراخ بتاعتي. وبعد كده هنزل بالخلطة التحفة بتاعتي دي على الفراخ بتاعتي اهو. ممكن طبعا تجيبي بقى فراخ مقطعاها 8، تجيبي فراخ مقطعاها نصين، تجيبي اوراق زي اي حاجة انت عايزاه في الفراخ. تمام كده. طبعا انا الفراخ يعني عاملاها فتحات من جوه كده عشان التتبيلة تدخل. واهم حاجة يا جماعة، تسيبي التتبيلة مدة طويلة فين؟ في الفراخ. يعني احنا عملناها سيبناها في التلاجة حوالي 4-5 ساعات كده، يعني من الصبح واحنا كنا هنعمل الاكل بالليل، فايه سيبناها مده طويله في التتبيله. كل ما هتسيبيها ممكن تعمليها قبليها بيوم كمان. كل ما هتسيبيها في التتبيله كل ما هتبقى الفراخ متشربه معاكي ويكون طعمها تحفه بجد. هنا بقى كنت خلصت وتبلتها، حطيتها في التلاجة. وهنا البوتاجاز بقى يعني نضفت الدنيا كده معايا والحوض وكل حاجه. وبعد كده سخنت الفرن مع صينيه فيها ميه وشويه من التتبيله، وحطينا الفراخ على الشبكه كده زي ما انتم شايفين، وسبناها بقى ايه حوالي ساعتين كده تتشوي براحتها وتستوي براحتها. تمام. تمام. معايا بقى بتنجان بعد ما شويناه، ماما حطت عليه ليمونه، وحطت كمان عليه معلقه من الخل، لان الليمون والخل بيخلي معاكي البتنجان ما يسودش. تمام كده. احنا هنعمل البابا غنوج جنب الايه، جنب الفراخ المشويه. معانا كمان توم وفلفل، ماما كده دقهم على بعض بشويه ملح. ماشي. بعد ما تقلبي البتنجان كده بالخل وبالليمون، هنحط بقى الطحينه بتاعتنا. زودي فيه الطحينه، لان البابا غنوج من الحاجات اللي بتحب الطحينه قوي يعني، فحطي لي شويه طحينه حلوين كده. وهنا معايا فلفل احمر واخضر وتوم. هنبدا ناخد كده كام معلقه حلوين، ونقلب بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعض مع شويه زيت بقى. عندك زيت زيتون، عندك اي زيت ممكن تحطيه. وطبعا زيت الزيتون بيخليه في حته تانية، يعني لو عندك حطي، بس احنا عندنا زيت عادي يعني. المهم صلوا على النبي كده، وما تنسوش اللايك. زودنا شويه طحينه وزيت، وحطينا كمان حته فلفل بتوم كمان. يعني انتي بتدوقي طبعا، تعملي تيست كده للاكل وتدوقي، لو محتاج حاجه بتزوديها. وبس كده يبقى هنا خلصنا طبق البتنجان بتاعنا. تعالوا بقى نعمل الرز النهارده بتاعنا. هنعمله بلون مختلف عن الاصفر وعن الابيض. حطينا سمنه، وحطينا قرنفل، واللهم صل على النبي، حبهان وملح. تمام. وهنحط الرز البسمتي بتاعنا، وهنحط نظبط الملح، ونقلب الكلام الجميل ده كده كله مع بعض لغايه اما الرز يفلفل معانا، عشان يكون يعني يتشرب معانا لو في اي حاجه ميه، عشان يكون مفلفل معايا. بقى هنا ايه لون احمر. تمام. هنعمله كله احمر كده النهارده. ممكن طبعا تعمليه لون ولون. بعد ما الرز يتشرب بتحطي في نص الرز هنا مثلا احمر وهنا اصفر. طبعا احنا عملناه في كذا فيديو في القناه هتلاقوه عندكم، بس احنا المره دي قلنا نعمله احمر بس. هنا قلنا نزود اللون شويه. بعد كده اما خلاص داخل في السوا، قلبيه تقليبه، ووطي بقى النار وسيبيه يستوي على النار هاديه. مش هياخد معاكي من 10 ل15 دقيقه. هنا بقى كان الاكل خلص. وبص الرز كان مفلفل وقمر قوي، وكان ريحته وطعمه بجد روعه، كان تحفه. جبت بقى الصينيه الكبيره بتاعتنا دي، هبدا احط الرز زي ما انتم شايفين. بصوا قمر قمر قمر. بصوا لونه كان بجد تحفه اهو. بصوا
جميل قوي قوي. هنجيب بقى الفراخ المشويه، طبعا الفراخ احنا سيبناها ساعتين او ساعه ونص كده، عشان احنا عايزينها مستويه قوي ومتحمره واخده لون الشوي الكلام ده كله. طبعا انا هنا غرفت على قد اللي هياكله، واللي مش موجود بقى شلت له بقيه الفراخ. بصوا الفراخ مش يعني الشوي بتاعها عامل ازاي يا جماعه، واللون كان تحفه ازاي، بجد تحفه قوي. جربوها في البيت ما فيهاش اي تعب والله العظيم. بصوا شكلها تحفه، كمان هوسع كده في النص احط طبق بابا غنوج، بجد تحفه. جربوا الفيديو بقى وقولوا لي رايكم بجد. بص الرز مفلفل، تعالوا نفتح الفراخ مع بعض كمان نشوفها مستويه ولا ايه الدنيا كده. بصوا كانت تحفه قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى، تعالوا نشوف. ولو عجبكم بقى متنسوش تحطولي لايك، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.